الضربة جاتلي من أعز الناس ليا. أبويا باعني عشان خاطر الفلوس، وسرق كل ممتلكاتي وثروتي. حتى الفلوس اللي كنت بتعالج بيها من السرطان أخدها. الجرايد ما بقاش ليها سيرة غير سيرتي. بس المرة دي مش عشان وصفة جديدة ولا مطعم جديد، عشان رفعت قضية على أبويا. كلهم قالوا عليا جاحد وما تمرش فيا تربيته ليا، ما يعرفوش اللي فيها. أبويا اللي من لحمي ودمي استغل سفري وانشغالي في افتتاح فرع جديد من مطاعمي، وخان الأمانة، وباع أهم فرع من فروع المطاعم بتاعتي في اسطنبول. ومش بس كده، أخد كل الورق اللي يثبت ملكيتي للمحل واداه لرجل أعمال أجنبي، وده يديله الأحقية إنه يستخدم اسمي مكان ما هو عايز. كدبت كل الناس واتصلت وسألته: انت فعلا عملت كده يا بابا؟ قال لي لا طبعا. لكن قلبي ما كانش مستريح، وبدأت اعمل اتصالات كتيرة، واتأكدت في الاخر انه اتباع بجد. قطعت سفريتي ورجعت على تركيا، وجبت كل الورق والمستندات اللي بتثبت ان ابويا باع المطعم. ولما واجهته بيه قال لي انه عمل كده عشان كان مزنوق في فلوس. واكتشفت انه مش بس المطعم اللي اتباع، ده كمان اخد الفلوس اللي كنت مخصصها ان اتعالج بيها من الورم السرطاني، وبقيت على الحديدة، وحالي بقى ما يعلم بيه الا ربنا. انا كده هبدأ من الصفر تاني، وكل اللي انا عملته ده ابويا دمره. بس دي عادته ولا يعني هيشتريها؟ اصل بيني وبينكم ابويا متعود على الغدر، طالع لامه ماشي وشمال. وجدي لما كان شغال كبابجي وفاتح اشهر محل في تركيا، ابويا راح عمل معاه نفس الحركة دي وباع المحل عشان يفتح بداله مصنع نسيج. والفلوس الحرام ما بتدومش. ابويا خسر كل فلوسه والمصنع قفل، ورجع يا مولاي كما خلقتني، ما بقاش معاه جنيه. امه من زمان عملت كده برضه وسرقت جدي، وجدي حبسها. فالواضح كده ان جينات الغدر بتجري في دمه. ودلوقتي انا بعت عربيتي وشقتي عشان اقدر ابدأ من الصفر تاني، وماشي اقول في كل حتة ان المطعم ده ما بقاش بتاعي، لانهم بقوا يستغلوا اسمي. فضلت اعيط بالدموع للجمهور لحد ما عيني جفت من البكا وجالي العصب السابع. انا مش جاحد ولا قلبي قاسي عشان رفعت قضية على ابويا، لكن عمري ما كنت اتخيل انه يبيعني انا وشقى عمري بالسهولة دي. ده انا ياما نمت على ارضيات المطابخ علشان اتعلم الصنعة. ادعيلي ربنا ينتقم من ابويا ويفك لي كربي، وحسبي الله ونعم الوكيل.